تخيلوا، باقي 24 ساعة على العيد، والناس تجهز ملابسها وحلوياتها، وإحنا أكبر همنا هو شو كنت راح ننام وشلون راح نقعد الصبح صايمين لو فطرنا. إذا كنتي تحسين نفسك مثل الزومبي وعيون ذبلانة وجدامج بس ليلة واحدة حتى ترجعين إنسانة طبيعية وتعيدين بالمعان ونشاط، فهذا الفيديو هو طوق النجاة الجاع. اليوم راح أعلمج الخلطة السرية اللي خلتني سيطر على نومي بليلة واحدة وأكسر دائرة سهر رمضان المتعبة. بنات، كلنا نعرف شعور يوم 22 رمضان، الدوخة واصل حدها والجسم متعود ما ينام إلا ورا السحور أو ورا الصلاة، بس العيد ما يحلى وإحنا نايمين للظهر. العيد حلاته بلمة الصبح وصلاة العيد والريوق العائلي، لهذا قررت أسوي خطة طوارئ بدأت وياي من الفجر. أول خطوة سويتها وهي الأهم، قاعدة عدم الاستسلام. يوم 23 رمضان مهما حسيتي بنعاس ورا الفجر ممنوع تنامين، لازم نضغط على نفسنا ونبقى قاعدين. هذا اليوم هو الجسر اللي راح يعبرنا لبر الأمان. استغليت هذا الوقت بتنظيف البيت الأخير بلمسات الترتيب، بمسح الأرضيات وتعطيرها. الحركة هي اللي تخلي الدماغ ينسى النعاس. كل ما تحسين روحك راح تطفين قومي غسلي وجهك بمي بارد أو غيري مكانش. ثاني شيء، نظمت أكلي بطريقة ذكية. السكر والكافيين هما أعداء النوم بهيج ليلى. حاولت أبتعد عن الشاي والقهوة تماما بعد الفطور، لأن الجسم محتاج يسترخي مو يتنبأ، وبدلتهم بمشروبات دافئة مثل البابونج أو النعناع اللي يهيئ الأعصاب للنوم العميق. بالنسبة لترتيبات البيت، خلصت كل شيء ثقيل قبل الظهر. الملابس مكوية، المواعين نظيفة، والبيت ريحته بخور وهيل. ليش؟ لأن التفكير بالأشغال. الماء مخلصة يسوي أرق وتوتر يمنع النوم. من تحسين بيتك جاهز بنسبة 100%، عقلك راح ينطي إشارة للجسم إنه خلاص قدرنا نسترخي. الساعة الذهبية عندي هي الساعة 11 بالليل بليلة العيد. قبل هذا الوقت سويت روتين العناية الخاصة، سكين كير العيد، حمام دافئ بزيوت عطرية، ترطيب كامل للجسم، وماسكات للوجه حتى تعوض شحوب السهر. هذا الروتين مو بس للجمال، هو إشارة كيميائية للدماغ إن وقت الراحة حان. دخلت لغرفتي، طفيت الإضاءة القوية وشغلت إضاءة خافتة صفراء، والموبايل هذا أكبر فخ. الموبايل ليلة العيد يصير مغناطيس، الكل يبارك والكل ينزل ستوريات. سويت للموبايل سايلنت وخليته بعيد عن السرير. الضوء الأزرق من الشاشة يقتل هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، فإذا ردتي تنامين فعلا عوفي الموبايل يعيد وحده بعيد عنك. بدأت أطبق تقنية التنفس ACS8. أسحب نفسي ب4 ثواني، أحبس 7 ثواني، طلع 8 ثواني. هذه التقنية سحرية بتهدئة ضربات القلب وتخليج تغطين بنوم عميق بدون ما تحسين. تخيلوا الشعور لما قعدت الصبح ب6، البيت هادئ، الشمس طالعة، وأني شبعانة نوم. شعور الانتصار بحد ذاته ينطي طاقة إيجابية لكل اليوم. قدرت أعيد وجه أهلي وأطفالي وإني بكامل تركيزي، مو عيوني حمرة وراسي يوجعني من قلة النوم. استشعري الامتنان إن صمتي الشهر ووصلتي للعيد وانتي بصحة وعافية. ذوي السلام الداخلي هو المفتاح الحقيقي لنومة هنيئة وأحلام سعيدة قبل العيد. تخيلوا الشعور لما قعدت الصبح بست البيت، هادئ الشمس طالعة وأني شبعانة نوم. شعور الانتصار بحد ذاته ينطي طاقة إيجابية لكل اليوم. قدرت أعد وعي أهلي وأطفالي وأني بكامل تركيزي، مو عيوني حمرة وراسي يوقعني من قلة النوم. السر مو بالمنبه، السر بقرار داخلي إننا نستحق نعيد وإحنا مرتاحين. رمضان جان،
شهر عبادة وصيام، والعيد هو الجائزة، والجائزة ما تكتمل إلا بذهن صافي وجسم مرتاح. تنظيم النوم هو استثمار بصحتش وبنفسيتج وبجمالج. بليلة العيد تذكروا الساعة البيولوجية مالتنا مثل الطفل، إن صغير نحتاج نعودها بالتدريج وبحزم. إذا ضغطتي على نفسك يوم واحد راح تربحين. أيام العيد كلها بنشاط، لا تخلين السهر يسرق منج فرحة الصباحات الأولى، ولا تخلين التعب يمنعج من الاستمتاع بكل لحظة. ويا أحبابج أهم شي بهذه الخطة هو الالتزام. لا تكولين بس نص ساعة أنام الظهر، لأن هذه النص ساعة راح تتحول ل4 ساعات وتخرب عليج ليلة العيد. كلها خليج قوية واجهي النعاس بالشغل بالبيت باللعب الجهال، أو حتى بقراءة قرآن وترتيب أفكار السنة الجديدة. واحدة من الأشياء اللي ساعدتني أيضا هي تهوية الغرفة. خليت شباك غرفة مفتوح شوية حتى يتجدد الهواء، وبرودة الجو تساعد الجسم يدخل بمرحلة النوم العميق أسرع. بهواية من الغرف المغلقة والحارة، لما تخلين راسج على المخدة لا تفكرين باكر شنو راح تسوين، فكري بس بالهدوء اللي انتي بيه حاليا. استشعري الامتنان إن صمتي الشهر، وصلتي للعيد وانتي بصحة وعافية. هذا السلام الداخلي هو المفتاح الحقيقي لنومة هنيئة وأحلام سعيدة قبل العيد. وإذا نجحتي بهذه الليلة لا تنسين إن العيد أيام مو بس. أول يوم حاولي تستمرين على هذا الروتين حتى ما تضيعين تعب رمضان كله وتتخربطين من جديد. واعلموا إن تنظيم الوقت هو جزء من تنظيم الحياة كلها. وكل ما جنتي مسيطرة على نومج كل ما جنتي مسيطرة على يومج وإنجازاتك. فرحي بالعيد ونامي مرتاحة حتى تكونين أجمل نسخة من نفسك. هذا اليوم المميز هو يومج، فلا تخلين قلة النوم تبوك منج الفرحة والضحكة الصافية اللي ننتظر ياس كل السنة. وكوني واثقة إن التغيير يبدأ بخطوة صغيرة وقرار قوي، وأنتي كده واعية وشاطرة وراح تنجحين بإذن الله. تنظمين وقتك وحياتك كلها يبدأ من اليوم ولا تأجلين، لأن العيد ما ينتظر والوقت يركض والعمر يمر، وإحنا نستحق نعيش كل لحظة بسعادة وراحة بال. وأتمنى لجو لكل المشاهدات عيد مبارك سعيد ومليان بالفرحة والسرور والنوم الهني اللي يريح.